ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا النهارده شفت فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل بتاع محمد هنيدي، وحابب طبعا اقول لكم عن رايي الشخصي في الفيلم، سواء حلو ولا لا، عجبني ولا لا. بس طبعا قبل ما اقول لكم على رايي الشخصي، حابب اقول لكم على حاجه. توب 10 افلام وتوب 10 مسلسلات ان شاء الله اصورها لكم حالا. بكره ان شاء الله، ويعني الحلقه الجايه والحلقه اللي بعديها، اللي بعد يعني حلقة محمد هنيدي هينزل حلقة توب 10 بقى، سواء أفلام أو مسلسلات، نشوف بقى. بس معلش يعني بعتذر، وحبيت بس ايه عشان الفيلم لسه نازل، فحبيت اكلمكم عنه دلوقتي يعني بما اني شفته وكده. فعموما لازم تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا، وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقات اول باول، واشتركوا على الانستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رأيي في فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميلي. احداث فيلم نبيل الجميل اخصائي التجميل بتبتدي بشخصية نبيل الجميل، دكتور التجميل اللي بيشتغل في مستشفى، واللي بنشوف ايه اللي بيحصل معاه لحد ما بتضطر الظروف ان هو يفتح عيادة. والعيادة دي بنشوف خطوات مشيان بتاعها طول الفترة. هل هيوصل لان هو يبقى دكتور كبير، ولا هينتهي به الامر ان هو يبقى دكتور كده وخلاص؟ كل ده بنعرفه من احداث الفيلم. فيلم نبيل الجميل اخصائي التجميل هو فيلم كوميدي، رومانتك كوميدي، مش قوي رومانسي، بس في لاين رومانسي، في البيزكس الاساسيه اللي هو فيلم كوميدي. وبنشوف الاحداث ماشيه ازاي. عموما ابطال الفيلم مين؟ ابطال الفيلم غير محمد هنيدي طبعا عندنا نور، عامله دور لذيذ، شبه دورها كده شويه في ظرف طارق وفي مطب صناعي. وعلى فكره دي حاجه يعني انا مش متضايق من الموضوع ده خالص، دي حاجه حلوه ولذيذه، وهي كانت لذيذه على فكره في الفيلم. عندنا رحمة أحمد اللي كانت مربوحة في الكبير، رجعت أو نزلت في السينما بفيلم مع هنيدي، وهي عاملة دور حلو ولذيذ وبيضحك جدا. والثنائي ما بينها والدويتو اللي كان بينها وبين محمد سلام كان حلو جدا، كان دمهم خفيف جدا. ومشاهد ما بينها هي وهنيدي ومحمد سلام كانت جامدة جدا، وكانت بتضحك بصراحة يعني. وعندنا الممثلين بقى يعني عندنا مدلين طبر، عندنا محمد رضوان، محمد الصاوي، ضياء المرغني. انا كان بقالي كتير ما شفتوش الصراحه، ومبسوط جدا ان انا شفته. دي حاجه تحسب طبعا لهنيدي وتحسب لمخرج الفيلم خالد مرعي. طب سؤال بقى هيتسأل لي دلوقتي، طب مين خالد مرعي ده ومين المخرج بتاع الفيلم ده؟ عمل ايه قبل كده؟ اقول لكم، المخرج خالد مرعي عمل روائع في السينما زي عسل اسود، اسف على الازعاج، عمل تيمور وشفيقة، وعمل بلبل حيران، وعمل فيلمين كده احمد حلمي اللي هما لف ودوران وفيلم خيال مآتة، بس خلينا ننساهم. عموما يعني هو عمل افلام حلوة كتير، واخر اعماله في الدراما كانت مسلسل البيت بيتي. وطبعا قبليها كان عامل نيران صديقة، وعمل مسلسل سبع وصايا. فهو مخرج تقيل يعني، احنا مش مع مخرج كده وخلاص، لا ده شخص عارف هو بيعمل ايه. فهل يا ترى التوقعات اللي انا كنت داخل بيها، الفيلم قابلني في نفس التوقعات، ولا كان اقل، ولا كان اعلى؟ احب اقول لكم ان توقعاتي للفيلم ما كانتش كبيره لكذا سبب. مبدئيا ان انا عارف مستوى الكوميديا يعني في الافلام المصريه مش كبير، او مش هطلع اللي هو يا ضحكت وكده، بس ببقى منتظر ان انا اضحك شويه، وفي نفس الوقت ابقى طالع بقصة لذيذة، بمسج لذيذة، حاجة كده ابقى خارج من السينما مبسوط من الاول في الاخر. ما هو ده الاساس اصلا اللي بيخليني اخش السينما يعني. فالفيلم قابلني في نفس التوقعات دي، وخلاني ابقى خارج من الفيلم مبسوط. في رسالة لذيذة، في مسج كده حلو. يمكن يكون من عيوب الفيلم اللي هو كان دايركت شوية، بس هو كان حلو يعني. التمثيل بتاع الممثلين كلهم كان كويس جدا، مفيش حد بلا استثناء محدش كان وحش او حدش كان عامل دور وحش يعني. ما كانش فيه استظراف، ودي حاجه حلوه جدا. هنيدي، هل ده فيلم هنيدي احسن من فيلم انس والنمس ككوميديا؟ لكن كفيلم كستراكتشر فيلم انا الصراحه بحب انس والنمس يعني، فعجبني. فانا ممكن اقول لكم ان الانس والنمس والفيلم ده
في مستوى بعض شويه، على عكس ان الفيلم ده ممكن يعجب قاعده جماهيريه اكبر من فيلم الانس والنمس، لان الانس والنمس كانت الناس عليه مقسومين اتنين. الفيلم ده اظن ان ناس كتيره هتطلع مبسوطه جدا منه، بالذات العائلات، لان الفيلم عائلي جدا ومناسب للعيله. ولو انتوا خارجين مع بعض كده كاصحاب يعني، الفيلم هيعجبكم برضو يعني، مش هتطلعوا متضايقين ولا حاجه. فعموما انا الفيلم عجبني جدا، خارج مبسوط، مرضي جدا، مش متضايق من اي حاجه خالص في الفيلم. يمكن يكون باستثناء الموضوع الرساله الدايركت، وحسيت ان طويل شويه زياده عن اللزوم. حسيت يعني الموضوع كان فيه حاجات كده احنا طولنا فيها زياده، بس لو كانت يعني خدنا فيها وقت اقل كانت الموضوع هيبقى افضل من كده بحبه يعني ولا حاجه. مستوى الكوميديا لو كان اعلى شويه من اللي كان موجود. على فكره الفيلم ده ميزته ان حاطط لك كل الاطباق قدامك وانت اختار كل نوعيه الكوميديا، كوميديا الموقف، كوميديا النكت، كوميديا التعليق على بعض، كل حاجه موجوده، وانت شوف انت اللي عاجبك ايه وهتضحك عليه. فدي حاجه انا احترمها جدا في الفيلم، وعشان كده انا هدي للفيلم. هو فيلم، بصوا هو فيلم يستحق 7/10 الصراحة، بس عشان الأجواء الحلوة والفيلم من نوعية الأفلام اللي احنا قدام كمان 20 سنة هنقول عليه فيلم كلاسيك على فكرة، فعشان كده أنا هديله 8/10. فيلم حلو جدا، جميل، عجبني، أنا خارج مبسوط. هل هو أفضل أفلام هنيدي؟ طبعا من أحلى أفلامه يعني، في آخر كام فيلم من ساعة تترا يعني، من ساعة أمير البحار كده، تيتا رهيبة والأفلام دي، هو ممكن يكون أفضلهم. وبس، ده كان كل عندي بخصوص فيلم نبيل الجميل، اخصائي تجميل لمحمد هنيدي. اتمنى طبعا لو يعني تشوفوا الفيلم وتقولوا لي ايه رايكم في الفيلم، سواء عجبكم ولا ما عجبكوش، وتدوا له كام من 10، وقولوا لي ايه رايكم في اللي انا قلته ده في الفيلم، انتوا متفقين معايا ولا لا. وبس، ده كان كل اللي عندي النهارده بخصوص الفيديو ده. اتمنى طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، وشغلوا جرس التنبيهات، واشتركوا على الانستجرام بيج او الفيسبوك بيج. وباي باي.